السلام عليكم everyone. I hope that you're faring well. ايه هو منهج الانجليش ومنهج الماث اللي في الامريكان؟ الكلمة دي يمكن في ناس بتستغربها لما بنقول امتحان ملوش منهج، فبيبقوا قاعدين مستغربين. طيب امال التيتشرز بيدوا ايه في الكورس؟ احنا شخصيا بندي ايه في كورس الانجليش بتاعنا؟ والناس عامة ايه اللي بيدوه في كورس الانجليش او كورس الماث؟ بصوا يا جماعة، الامتحانات بتاعت الامريكان هي designed to measure something called the common core standards. يعني ايه common core standards؟ المعايير الأساسية اللي طالب في أمريكا في جريد 11 أو جريد 12 في المستوى ده لازم يكون عارفها. حاجات المفروض إنه على السن دي معايير معروف إن أي طالب يوصل للجريد ده المفروض إن هو يكون مذاكرها. فدي الحاجة اللي الامتحان بيقيسها في العادي. بمنتهى البساطة عشان يعني أوفر عليكم الوقت كتير، يعني اللي حصل انه في مصدرين اساسيين اغلب المدرسين بيعرفوا منهم ايه اللي يدرسوه للولاد. اولا امتحانات السنين اللي فاتت، الميزه الجميله جدا في النظام الامريكان انه بما ان المعايير دي ثابته فمفيش فرص كبيره للفزلكه. دايما بيكون الاسئله بتتسال بطرق معينه. لو تيتشر حل امتحانات كتير بيبقى عارف بالظبط انه مثلا السؤال ده لما بيجي يا اما فور اكزامبل انا لو هسالك على ليست، يا اما هسالك كبونكتويشن، يا اما هسالك حاجه تانية اسمها parallel structure. المهم يعني بيبقى حل امتحانات السنين اللي فاتت كلها وشاف انه السؤال دايما بيتسال بطريقه معينه. تمام. وده على فكره يعني ده مش حاجه تعيب النظام. احنا هنا عندنا في مصر في تفكير، يعني سوري في الكلمه، اقل حاجه ممكن نقول عليها متخلف. هي انه انا عشان اكون مدرس شاطر لازم ان انا اتفزلك ولازم ان انا اخترع انواع اسئله جديده. لا، انت كده مش على فكره مش شاطر. يعني انت الشطاره ان انت عندك معيار ثابت بناء من كتر ما هو كويس، بناء عليه بتعرف الولد هل هو مذاكر الدرس ده ولا لا، فاهم الدرس ده ولا لا، وده اللي هم عاملينه. فاي تيتشر بيحط كوريكولم او بيحط منهج للامريكان دبلومه يوجوالي اولا بيستعين بامتحانات السنين اللي فاتت عشان يكون عارف السؤال ده دايما بيجي ازاي في الامتحانات. ونمبر 2 ممكن بيستعين ببعض الكتب الخارجية اللي اتعملت على الموضوع ده. عاملينها فور اكزامبل كتاب زي Ultimate Guide of Reading and Writing بتاع إريكا مثلا، كتاب باندا بتاع الانجليش فور اكزامبل، كتاب اسمه IES، كتاب كابلن. يعني المهم انه بيبقى فيه several sources او كذا مصدر ليه من الاخر مؤسسات جمعت ايه الحاجات الكومن اللي بتتسأل في الاكزام. طيب ازاي افرق المدرس اللي انا معاه شاطر ولا لا؟ الخبره في حل الامتحانات اكتر حاجه. التيتشر اللي حل امتحانات كتير هيقدر يوصل لك المعلومه بسهوله ويختار لك اسهل طريق ويركز بس على الحاجات اللي بتيجي في الاكزام. وايل التيتشر اللي ما عندوش الخبره دي هيديك كل حاجه خوفا منه ان حاجه تطلع بره الكلام ده، وطبعا ده يعني اغلب الوقت بيضيع وقتك كطالب، مش بينفعك. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. سلام عليكم.